هل صوت الكلاب ده طالع؟ دول عندهم تسجيل بتاعهم على وضع القهوة. طب نوطي صوتنا ولا ايه؟ لا هم مايكاتهم افضل. يا بخت الاديتور بتاعهم. ايه بقى؟ ايس كوفي بقى. انا حابب اقول انه الايس كوفي ده باسم هو اللي عامله، كان ممكن نجيب من بره. تسالني ليه خلينا بس نعملها؟ في محاوله مننا ان احنا نخلص عدد المرات اللي هو محتاج يعمل فيها كوفي بالماشين الجديده عشان يبتدي يبقى بيعمل ببلاش. فانا بساعد، لو سمعت حلقه رقم 4 هتفهم احنا بنتكلم في مكنه اسبريسو موضوع. ايه بقى الجديد عندك؟ كنت ماشي في مره بالعربيه سامع صوت نونوه، لو رحت للميكانيكي هيفهم الكلام ده. يعني دايما بقول له سامع صوت تخبيط، ارزيع في العفشه، تكتكه في الموتور. ساعات بيبقى في قطط بتدخل بين الحته اللي بين الكاوتش وبين العربيه. لفيت حوالين العربيه مرتين مفيش قطط، مش شايف حاجه. قررت اتحرك بالعربيه طول الطريق سامع الصوت يا ونوت في دماغك. بعد ما وصلت قلت لا في قطه في العربيه. انا نفسي في قطه في العربيه، بس قطه 60 كيلو. المهم فتحت الكبوت بتاع الموتور لقيت فيه قطه وبتزعق وبتاع ومشيك وحش. سوء على مالك يا اخي. ايه كل المطبات دي؟ ايه السواقه الزباله دي؟ هديك ريت واحد. هديك نجمه يلا عشان عندي ميتنج. وانت بتهشها وهي نازله تقول انا عايز اجيب عربيه. يا رب هترحمنا امتى بقى من البلاوي دي؟ يا رب توب عليا واشتري عربيه بقى. فالقطه دي انا غيرت مكان اقامتها وباي ذا واي انا وديتها مكان انضف. ده فيلم عوكل لما نام. فهي بالظبط هي نفس فكره فيلم عوكل. يعني طلعت ايه اللي جاب الريداتير عند البحر؟ قلت لها ابجريد. انا عملت لها ابجريد في مستوى حياتي. لان خد بالك المكان اللي انا كنت فيه القطط اللي فيه العيال بتضربها بقى والطوب وبياكلوا من الزباله العيال ولا القطط؟ مثلا يا جماعه عشان احنا بنصور يوم العيد في بقى ديناميت وكده، فبالمناسبه كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد وكده. فانا فكرت انه ليه ما اعملش شركه لنقل القطط من الكوميونتي اللي فيه بياكلوا في الزباله وتوديهم ليبيا يقعدوا 3 ايام تحت الارض. هجره غير شرعيه. وتركبهم مركب وبتاع. لو اتمسكت في لجنه يعني الظابط ممكن يسالني انت واخد القطه دي ورايح على فين؟ كان نفسي السؤال ده يتسال لي. بس هل حسيت القطه اتبسطت؟ ما هو بص هي ما اتبسطتش لان هي ما فهمتش ده اول ما حصل. بس انا متاكد انها تتبسط. يعني لو عديت عليها كمان كام يوم هي شويه لغايه لما تلاقي شغل وبتاع. وسكن الاول مع 7 هنود 7 قطط هنود في اوضه واحده. هتلاقيها منزله ستوري الحمد لله على الفقر والجدعنه. كله عايز يبقى. وبعدين القط ده لو بيفكر صح كان ممكن يفضل عايش في نفس الشارع ويشتغل ريموتلي. زيك كده. بتخيل برضه بيفتح لايف. شايفين يا شباب المعاناه اللي احنا فيها؟ بلاش حد يعمل اللي انا عملته. انا ركبت في كبوت العربيه وبين الحياه والموت وفي واحد مات في الريداتير. كان معانا قطه ضربوها بالنار ورموها من الشكوى. ربنا يحمي كل قططنا من الهجره غير الشرعيه. القطه وهي بتكلم اصحابها هي التونه اللي انتوا بتاكلوها دي تونه؟ واحد يرد عليه يقول له انت جاي هات لي معايا ايفون، هات لي علبه تونه، هات لي علبه تونه فاضيه وبتاع عشان اجيبها لك بالعلبه. لا الراجل الكبير اللي هينصحه ده يقول له يا ابني انا قعدت هنا احنا عندنا كونسبت الحمد لله. الشارع ده احسن من الشارع اللي بعد ده بجد. المتر هنا اغلى. هل تفتكر ممكن بعد مثلا 20 سنه تنزل في يوم تلاقي القط ده سايب لك هديه في العربيه بيشكرك فيها على اللي انت عملته؟ لا. ليه؟ عشان بياكلوا ايه؟ في نوع توست معين كده انا بشتريه من السوبر ماركت. المهم ايه لسبب ما التوست ده ما بقاش موجود. قلت ايه يعني التوست ده ايه مكونات ما نعمله في البيت بنفس المايند سيت بتاع الايس كوفي. انت هتفضل ماشي في الحوار ده لغايه لما هزرع في البيت. لغايه لما بقى انت بتزرع وتخبز انا اكشلي بخبز. يا عم موضوع انه اخبز ده اساسا يعني بيكلفني وقت ومجهود اكبر. بس انا مش لاقي العيش. يعني العيش ده كنت بلاقيه على طول في السوبر ماركت. ليه يوم كده بيجي فيه يوم تلات كل يوم تلات الكونتنت اللي بينزل حلقه كل يوم. هو بينزل التلات. الريتش عالي في التلات. الريتش بيك بقى. المهم فقررت بقى ايه انه اشتري دقيق واعجن التوست ده واعمله في البيت. فانا عرفت ليه بتدي العيش لخبازه.
طلع وحش. المشكله ان انا ما حبيتش احسسهم في البيت انه الموضوع فشل، لان انا بذلت فيه مجهود. انت ما اديتوش لخبازه، اديته للزباله. لا ما اديتوش لزباله، ادي العيش لزباله. فاول ما عملته كله متحفز يشوف بقى ايه الناتج اللي اتعمل ده هيحصل فيه ايه. فهو اكشن المفروض يترمي في الزباله مش تهريج. المهم انا باكل قدامهم بقى وايه ومصطنع انه يا سلام يا انا طول عمري بشتري العيش الغلط. المهم خلصت اكل قمت رجعت ورميت بقى ايه اللي خبزته ده. عرفت القطه هجرت ليه؟ كلت من العيش ده مش قاعده في الشارع ده تاني. انا قلت لا ده مش اكل لا قطط ولا كلاب، خلينا نكون منطقيين. مين اللي بياكل عيش؟ اي حد طالع على شغل. قلت العصافير بتاكل عيش، وانا عشان عندي قدام البلكونه بتاعتي في شجره وعصافير كتير كلهم بقوا فريلانسرز بسببك. حطيت لهم العيش ده قلت ايه ياكلوه. تاني يوم العيش زي ما هو. العصافير دي بتاكل اي حاجه. العصافير لا انا ما باكلش القرف ده. انت هتروح للعصافير ده في ناس مش لاقيه الاكل اللي انت بتاكله ده. حرام عليكم، هو لازم نطبخ كل يوم. انا مش الخدامه اللي جابتها لكم. حتى العصافير ما اكلتوش، راحت خبصت عليك قالت لامك تعال عيش ده الغرام. دي اول مره لو مامتك جت قالت لك العصفوره قالت لي توتالي صدقها. مع حق العصفور توتالي صدقها. حتى عشان اتاكد انه قلت يمكن مفيش عصافير بتيجي، رحت عامل حركه حطيت لهم ايه ميه مع العيش. انا استخدمت نفس سياسه الشركه لما ما كانش حد بيشتريه، كان بيقول لك اشتري واحد وخد عليه حاجه تاني. فانا قلت احط لهم ميه انه تعالى كل وفي ميه. انت محتاج تفتح واي فاي كمان. فري واي فاي. فري واي فاي. تعبت نفسيا ليه؟ جم شربوا الميه وسابوا العيش. انت عملت ايه يا اسطى؟ المشكله انا اكلت منه. بس انا ملاحظ انه من ساعه ما انت ابتديت تعمل الحوار ده الشارع بقى هادي، مفيش عصافير واقفه على الشجره. مؤخرا بقى في ناس كتيره، اي حد دلوقتي ايه يطلع لك في فيديو كده انا عامل كورس هتكسب. ابو سميده من كفر مش عارف ايه خده وبيكسب بالظبط 10 مليون دولار في الساعه، ويجيب لك ابو سميده بيفور اند افتر. فبيبيع لك فكره انه انت هتبقى ساري بعد مين نيكست ابو سميده. لا وفي ناس اكستريم اكتر بتقول لك انا مش هبيع الكورس ده لكل الناس، انا بدور على 10 اسمهم ابو سميده. بدور على 10 بس يشتروا الكورس ده، ودول اللي انا هركز معاهم. اكشلي بتخش الكوميونتي بتلاقي فيه 200 واحد. طب ماشي، هل الكورسات دي اصلا فيها ماتيريال تستحق انه حد المشكله ان هو ما بيسوقلكش بالماتيريال. اصل دلوقتي بقى في موجه انه في حاجات يعني يا جماعه دي ما حدش بياخد فيها كورس، فبتلاقي كورس في حاجات غريبه. هو السؤال وهو بيسوق لك للكورس ده بيقول لك ايه؟ الكورس ده انت لو خدته هتشتغل مع عملاء بتدفع $5000 ومش هتلحق على العملاء اللي بتدفع $5000. طب انت سيادتك ليه مش شغال مع العملاء اللي بتدفع $5000 وقاعد باصص لي في ال 200 جنيه؟ كان في مثل كده بابا بيقوله لي، قال له يابا علمني التفاهه، قال له تعالى في الهيفا وتصدر. الكونسيبت دلوقتي بقى قال له يابا علمني التفاهه، قال له اللينك في البايو. الحق قدم عشان هعلمك ازاي تيجي في الهيفا. انا فاتح كورس للتفاهه. انا عودت اديك شايف اهو. انا هركز مع 10 عشان هاجي في الهيفا وتصدر. هو السؤال الراجل ده لو هو ب$1 مليون ليه عمل كورس ب$1500؟ عايز فكه. ما هوش فك. ماهيش فكه اهو اعمل كورس. انا بحس انه اللي بيودي الناس ناحيه موضوع الكورسات دي انه في اتيتيود كده بيقول لك ايه واي نوت يو، مش معنى مش انت. في الريلز في مره طلع لي يقعد بقى يجيب لك ايه عارف ستيف جوبز كان زمان عارف انت تقاوم الحاجات دي ازاي. وانت في زمان في الفصل لما كنت تروح تقول للمدرس تقول له يا مستر اشمعنى انا، كان يقول لك اوعى اسمعك بتقول اشمعنى دي اللي هو ايه تحسها شتيمه. اشمعنى ما تقولش اشمعنى بالظبط. فانت لو طلع لك ريل بيقول لك واي نوت يو اشمعنى اوعى تقول، انت فاهم. عارف انت في ريلز اللي هي بتاع كل ما يستطيع العقل البشري تصوره، وتلاقي ايديت بقى قطات كتير. ما قلتليش ايه اللي يستطيع العقل التصور. هو فعلا العقل يقدر يتصور. تحس انه شخصيه اسمه ايه بتاع النص. كل ما يستطيع العقل التصور. يا نص يا نص دي اللي بتاع درويش. بحب
بحب الكاركتر ده بشكل مش طبيعي. ريلز كتير بتتكلم على نفس الفكره دي، انه انت لازم تبقى غني، روح جايب لك شوتات في النص من فيلم اف 1. هل سواقين الميكروباص دي الفيديوهات الموتيفيشن اللي بتصحي من النوم؟ واي نوت يو، انت فاهمني؟ طلع فوطه وراح مسحل. ليه ما حدش بيعمل ريلز اف 1 عليها تراكات لجورج وسوف عشان سواقين الميكروباص يستمتعوا بيها اكتر؟ ودول الكونسيومرز الاساسيين النوع ده من المحتوى. المهم المشكله الرئيسيه انه الناس بتتحمس بالفيديوهات دي وتصحى الصبح ابلاي تشتري الكورس اللي هم اللي شافوه ده. هي دي راس المشكله، ان هو الموضوع مش بالسهوله دي. هي المشكله مش المشكله في راس المشكله في راسك انت اللي بتشوف الكلام ده وتصدقه. يعني اقول حاجه عميقه جدا، ان انت لو يأست من شيء فيك افضل من ان انت تتحمس لشيء مش حقيقي. صح، بس ما حدش شايفها ما حدش شايفها. يعني انت لو يأست ان انت تجيب $1000 بالطريقه دي احسن من ان انت تتحمس. صح. خلي بالك، انا بتهيألي ان كل الناس اللي بتتحمس لقرارات الكورسات دي، يعني لو دخلنا شوفنا الانسايتس بتاعت انه ايه اكتر وقت الناس بتابلاي على الكورسز دي، هتلاقيها من الساعه 2 بالليل للساعه 4 الفجر، وهتلاقيهم كلهم نايمين على مخده فاتحين عين واحده وماسكين الموبايل كده وقاعدين بيتفرجوا على ريلز. فخش انا وانت عارف في ترند جديد دلوقتي، انه الناس بتعمل بالاي اي لقطات كتيره كانت حزينه وبيخشوا يلحقوها، فبيبقى الفيديو انه الناس بتعمل حاجه ويخش رازعه قلم انت فاهمني، ومعدل النهايه المأساويه دي ويمشي. فهل تيجي نعمل احنا سوبر هيروز انه زي بنطلع للناس اللي شفتنا بيبتدي من 2 ل 4 لان هو ده الوقت بس الكارثي. صعب قوي الشفت ده. وبعد دقايق بس كمان انت تخش انت فاهم واخد منه الفيزا. نام يلا. تعمل ابلاي فين؟ شرطه مكافحه الكورسات. الفلوس دي انت رميتها في الارض، طب ما تزرع. صح. وهتبقى رميتها في الارض برضه بس هتجيب لك فايده. عارف الفلاح ده هيروح للراجل ده الكرسي يعمل ايه؟ هيقلع هناك. لو انت مثلا حسيت ان انت الفجر هتشتري كورس او حاجه، كلمني هكون صاحي، ابعت لي الفلوس انستا باي وهردهم لك الصبح. انا ماليش دعوه بالديل ده. ده على مسؤوليتي الشخصيه عشان محدش يجي يطالبني بفلوس. ما انت كده كنت هتشتري منهم كورس. جت عليا. هو ليه ما فيش شيف يدي كورسات ويديها في المركز الثقافي الجوسي؟ في جروب من الجروبات اللي انا فيها ناس بعد ما بتشتري الكورس بتدخل تعرضه للبيع. يعني ايه يعرضه للبيع؟ هو اصلا الكورس ده مش بيعلمهم حاجه لايف، هو بيديهم MP4 كده سيشنات هو ريكوردد، فهتلاقي كورس مش عارف ايه للبيع لم يستخدم استخدام طبيعي. يقول لك انا لقيت شغفي في حته تاني، عامله زي اجابات كده بتتقال في حاجات زي ما فيش نصيب والكلام ده. مفيش نصيب. اللي هو راح ياخد الشبكه، ابعت خد الدهب. ليه لقيت شغفي في حته دي. اهم مكسب تكسبه ان انت تشوفنا كل اسبوع. دي الحلقه السادسه. خلينا نعتبر انه ال6 حلقات دول الكورس مجانا. بس عارف في كومنت كده بيتقال انه العظمه دي ما ينفعش تشاف ببلاش. اقفل الواي فاي وافتح الداتا. شير ولايك سبسكرايب وفعل زر الجرس. لو انت بتستمتع بهذا المحتوى تلاقي فيه تحت اليوتيوب شير، دوس عليه هيقول لك كوبي لينك، خد اللينك ده وابعته ل5 اصحاب، ابعته على جروب الصحاب بتاعك وقول لهم الاثنين دول انا بتفرج عليهم وبيضحكوني جدا وبتوقع ان هم يضحكوكوا، فاتفرجوا عليها واحنا نضحكهم. احنا مش هنقصر معاك على يعني انت تبقى واخد اللينك بتاعي بعته لاصحابك وانا ما اضحكهمش يا باشا. لو اللينك باظ رجعه لي. اللينك ده يا باشا بتاعي، اي مشكله تحصل فيها هاتهولي.